ازاي ارسم شخص تخين او شخص سمين او شخص مليان او شخص بكرش ايا كان بقى اللي بتسميه؟ تعال نرجع للاصل اللي احنا كنا اتكلمنا فيه، ازاي بنقسم الجسم بالطريقه البسيطه جدا اللي كنا بنرسمها. اول حاجه قلنا ان دي الراس، بعد كده باقي الجسم عباره عن مستطيل من فوق لتحت. طبعا تحت خالص دي عند الارض اللي انا محددها اللي الشخص ده هيكون واقف عليها. باجي عند الشكل المستطيل اللي انا عملته ده اللي هو بتاع الجسم كله من فوق لتحت، وهاجي عند الوسط وهاخد خط بحيث ان هو يبقى الوسط. وبعد كده بفرق زي بكتب 8 كده بحيث ان انا افرق ما بين الرجل دي والرجل دي. بقى عندي ادي رجل وادي الرجل التانية، وادي الدراع بينزل من عند الكتف، والرقبة. طبعا احنا كنا اتكلمنا في علامة الزائد اللي بترسم فيها الملامح والكلام ده كله اللي هنظبطه مع بعض ان شاء الله في السكتش اللي احنا هنرسمه مع بعض. تعالى بقى نرسم الشخص الممتلئ اللي احنا هنرسمه دلوقتي، وهنرسمه بالتفاصيل شوية. اللي انا رسمته ده اللي هنرجع له واحنا بنرسم. طيب اول حاجة انا قلتها ايه؟ اول حاجة بنرسم الراس. طيب الراس هنخليها مليانة شوية او سيبها الوقت ما نتكلمش فيها، تمام. وطبعا الشخص لما اجي هرسم شخص واقف، في الاول بحدد الخط اللي بالطول اللي هو يعني بيوزن للشخصية اللي انا هرسمه عليها، وادي الارض اللي هو هيكون واقف عليها. قلنا فايدة الارض اللي واقف عليها دي مهمة جدا علشان لما ترسم نهاية الاطراف بتاعته او نهاية الرجلين او القدمين يكون متوازن، وتحس ان الشخصية بتاعتك واقفة بشكل متوازن، ما يكونش مايل، ما يكونش فيه رجل طايرة، رجل اقصر من رجل، الكلام ده كله. بعد كده بعمل ايه؟ بقسم الجسم. انا عندي هنا الجسم بعد ما رسمت المستطيل من فوق لتحت اللي هو الجسم كله، عملت خط النص، خط اللي هو الوسط. طيب باجي عند الوسط كده، عندي جزء علوي من الجسم والجزء السفلي من الجسم. الجزء العلوي زي ما قلنا قبل كده كتير يعني، وهنفضل نقول يعني عشان بس ما تزهقش، منطقة الصدر دي ومنطقة البطن، تمام. طيب الجزء السفلي من الجسم هو منطقة الحوض او منطقة الوسط والرجلين، وطبعا الدراعين خارجين من الكتفين عادي زي ما اتكلمنا قبل كده. طيب هعمل ايه بقى لما يكون شخص ممتلئ او شخص تخين او شخص بكرش او الكلام ده كله؟ هنزل الراس شوية بحيث ان الرقبة مش هتبقى رفيعة. ممكن اعمل الوش عبارة عن شكلين هندسيين في بعض، يعني دايرتين داخلين في بعض بحيث ان الشكل كله يبقى عندي بالشكل ده كده. وادي علامة الزائد بتاعت الشخصية. لما قلنا قبل كده ان الوش بنرسم فيه علامة الزائد علشان تحدد الملامح بتاعتك. الخط اللي بالعرض برسم عليه العينين. ودي شخص تخين يعني او شخص مليان، فهعمل مثلا ملامح الكسول شوية بحيث ان هو مثلا ايه الجفون نازلة على نين العين، وادي المناخير ممكن نخليها بالشكل ده. ارسمها باي كيفية بس ارسمها في مكانها الصح. علامة الزائد اللي احنا بنرسمها دايما دي هي اللي بتحدد لك الملامح هترسمها فين بالظبط. وادي عندك البق، وممكن نعمل له ايه؟ عظمة الدقن كده تبقى فوق شوية بحيث ان ايه المساحة دي كلها تبقى خدود كده او لغد او يعني إيه وش ممتلئ. الودان بنرسمها فين؟ بنرسمها بنفس محاذاة العينين. وادي الراس او الشعر يعني من فوق. والحواجب طبعا ما تنساهاش. الحواجب ممكن ترسمها الاتنين في نفس المستوى، ممكن حاجب نازل حاجب مرفوع. طبعا الحواجب بقى حسب الشخصية اللي انت بترسمها، حسب التعبير اللي انت بترسمه دلوقتي. واتكلمنا في تعبيرات الوش وهنتكلم فيها تاني، هنتكلم في كل حاجة تاني ان شاء الله. طيب اول حاجة بعد كده عندي الجزء العلوي من الجسم. انا ليه هنا هقول بقى الجزء العلوي والسفلي؟ لان هيبقوا عكس بعض، مش هيبقى كله نازل بايه يعني بسوي واحد او بشكل واحد. ده هعمل ايه؟ شايف الكتفين دول؟ هعمل الجسم الاولاني. طبعا انا مش هنزل من تحت كده، مش هعمله ايه، مش هعمل له رقبة من تحت، لا انا هعمل شكل زي شبه منحرف. عندي ادي الكتفين، طبعا هي ورا الراس بس انا راسم عليها علشان بس انت تشوف الايه الشكل، شكل شبه منحرف اللي هو زي المربع بس الاضلاع بتاعته مش متساوية. ورجله برضو شكل شبه منحرف ولكن معكوس. يعني ده القاعدة بتاعته لتحت، ده القاعدة بتاعته لفوق، يعني المهم يعني الوسط بتاعه أكبر من كتفه.
فيديك احساس ان هو ايه تخين شويه كده. عندي هنا طبعا الكتفين، ما تنساش الحته دي. عندي بقى، طب خلينا ناخد افرق ما بين الرجلين. هاخد بس خط كده بحيث ان دي رجل ودي رجل، وطبعا المنطقه دي كلها منطقه ايه الكرش او منطقه بطنه يعني. وادي القدم، ادي قدم وادي قدم، هو واقف على الارض دي. عند الخط بتاع الوسط ده مش هاخده بقى خط مستقيم كده، لا خلينا ناخده بدوران شويه، بحيث ان هي تدويرة كرش يعني، فيبقى ايه شكله مدور في الاخر. وخلي الزوايا بتاعت الاشكال اللي انت رسمتها تكون كيرفات، ما تكونش يعني مقصورة كده. احنا بنتصرف يعني ازاي انا ما بعرفش ارسم، وازاي اتصرف واعرف ارسم واحد يكون تخين شوية. طبعا ده سؤال اتكرر عندنا كتير، اللي هو انت ازاي ترسم احجام الجسم المختلفة والكلام ده كله. هاجي عند الكتف مش هخليه بقى خط مستقيم كده، لا خليه زي جاي بكيرف كده يعني، فاهم؟ في جاي بكيرف كده. باقي عندي الدراع ده والدراع ده، الدراعين نازلين منين؟ من الكتفين، ده كتف وده كتف. واحنا ليه لبسناه نص كم؟ مفيش مشكله. وادي الدراع وادي الدراع، زي ما الدراعين دول نازلين كده من عند الكتف. دول بقى قلبظه كده للايه للصوابع شويه. تمام، دي احنا كده اسسنا للشكل بطريقه بسيطه جدا. لكن احنا ممكن بقى نلعب في شويه حاجات بسيطه قوي، زي الملابس. يعني هل الراجل ده هنلبسه التيشيرت هو مدخله في البنطلون مثلا فهيبان حزام البنطلون، ولا هيبقى لابس قميص مثلا فمخرجه بره فهنعمل له ان هو القميص نازل لبره كده، عارف انت الحركه دي؟ تعال نشتغل قميص وبره طالما عملنا ايه بنص كم كده. فانا حاسس ان انا عاوز ارسمه مش عارف ليه، ممكن مثلا جه في دماغي علاء ولي الدين مثلا بالقمصان والحاجات فجا في دماغي كده. طبعا في تفاصيل اكتر من كده المفروض ان احنا نشتغل فيها، بس انا عايز اكلمك في ابسط تفاصيل خالص تقدر انت تشتغل بيها حتى لو انت اول مره ترسم في حياتك. هفرق ما بس ايه ما بين الزراير بتاعه القميص، مش هنزلها بقى بشكل مستقيم كده يعني، هو المفروض جاي علينا، فاهم؟ يعني ممكن مثلا يبقى مفتوح كده من عند الكرش، وجاي بقى طبعا ايه الخط بتاع الوسط ده لا مش معايا بقى دلوقتي. وادي ياء، هنفتح بس الزرار ده مثلا. لو انا جبت استيكة ومسحت الخطوط اللي ملهاش لازمة اعتقد هنرحم نفسنا كتير. اجي بقى عند الكرش ده، لا اخلي القميص بقى خارج لبره شوية كده، بحيث ان هو اخد يعني ايه يعني مش جاي مثلث كده، لا انا مش عايز اجيبه مثلث، انا مش عارف ليه طلع معايا مثلث. انا عاوز اجيبه اخد دوران، يعني اخد دوران يعني ازاي؟ شايف التدويرة دي كده بتاعت الكرش دي ونازل لتحت، ادي التدويرة ونازل لتحت، يعني هو اخد التدويرة كده بتاعت الكرش ونازل مغطي على منطقة الحزام او البنطلون من فوق يعني.